الأجانب افتكسوا موضوع اسمه كذبة إبريل فبقى في العالم كله، فطبعا العرب لازم يزيتوا فيها أكتر من الأجانب، أصلا هم مفتكسين الموضوع بيزيتوا فيها. لا وفي ناس كمان بتحسسني إن هم طول السنة يا عيني ما بيكدبوش وقافلين على نفسهم قفلة وحشة وضامنين جنتهم قوي، فيجي يوم 1 إبريل 1/4 يروح يكدبوا. أنا تكتب تطلع في شهر 12 مثلا، بابا جه يسألني أنت عملت إيه في النتيجة؟ بابا خليها أول إبريل عشان خاطر أعرف أكدب عليك، عشان الكدب أول إبريل حلال. المفروض أنت في الآخر بتقول الكدبة كده، تقول إيه كدبة إبريل وتفشخ ضبك قوي كده. بس المصريين بيكملوا فيها عشان فعلا ان هي دي الحقيقه، دي مش كدبه. لا وكله بيغني على ليل، يعني اي حد ناقصه حاجه يروح كاذب فيها. واحده مش لاقي حد يعبرها انا اتخطبت، واد مش لاقي ياكل انا جبت عربيه. في ايه يا جدعان؟ ماكدونالدز منزله سندوتش ازرق بتقولوا تعالوا جربوه. طب ولو رحت وما لقيتش سندوتش ازرق، هلبس لك جزمه زرقاء مخصوص عشان انزلها على دماغك. انت دمك تقيل. وكيت كات راحت منزله كيت كات سوشي، سوشي ومحطوط عليهم كيت كات من فوق. طب اصدقك ازاي انا؟ بتكنيل عليكم على قرفك. يا جماعة اللي عايز يحب يحب، محدش ماسكه. حب وعيش رومانسية زي ما انت عايز، بس كل حاجة وليها حدود. ما تحسنيش انت معاك حور العين يعني، ما تحسنيش انت في حاجة نازلة لك من السما متفصلة بتقولك ارتبط بيا فانت ارتبطت بيها فتقرف ميتين ابونا في البوست. يا عم اكتب اغنية عجباك يا عم وقول انه الكلام عليها، اعمل لها تاج مرمط في ابوها الارض، احنا مالنا. لكن ما تفتكسش بوستس من دماغك وتقعد تجود. مرة واحد كان كاتب بوست لو معايا مفتاح الجنة أدخلك لوحدك وأقفل عليكي. لا ما هي الجنة دي مش دريم بارك يعني، الجنة دي مش ليها أصلا. طب حضرتك استفدت إيه لما يفضل معاك مفتاح الجنة وتقفل عليها باب الجنة وتخش أنت النار ومعاك مفتاح الجنة؟ يا سبحان الله، عشان حضرتك كفرتنا. يا جماعة ده مش حب، ده اسمه فاكين محن. عارفين الكلام ده؟ عارفين معنى الكلام ده إيه؟ لا وراح يروح منزل بوست أنا اعتزلت الحب. لما هتعتزل حضرتك؟ حضرتك كنت مارادونا مثلا؟ يعني كنت كريستيانو رونالدو في موضوع الحب ده؟ كنت الوحيد اللي بتعرف تحب مثلا؟ والبنت المخطوبة بقى يومين، حبيبي وعشيقي وسندي وظهري وانضف حد عرفته في حياتي، وانا متعرفش هو بيخش الحمام بالشبشب ولا لا. وحياة وداني دي، وداني دول، وحياة وداني دول، لا يومين كمان وهتقولي ده اعفن واحد عرفته في حياتي من ريحة عرقه كمان. ما هو ما تتعبلناش اعصابنا بقى، يعني ما تتعبوش اعصابنا. سواء الواحد مرتبط او مش مرتبط الحاجات دي بتقرفه بصراحة، وانتوا عالم منتنا في الموضوع ده.